تستمعون الآن إلى برنامج قضايا إريتريا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعزائي المستمعين، اليوم برنامج الجديد وقضايا في قضايا إريتريا. والقضايا إريتريا ما يدور بين المسيحيين والمسلمين في هذا الوقت. إن شاء الله نتناول مع الشيخ دكتور حسن سلمان. دكتور حسن، الحمد لله على السلامة، شكرا لهذا البرنامج. وشيخ حسن، كما تعرف الإريتريين في هذا إريتريا مكونة بين المسيحيين والمسلمين، ولما نقول نحن الاحترام لازم يكون بين الأديان احترام، ما معنى يعني في الإسلام؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. شكرا لك وأهلا وسهلا بالمشاهدين الأعزاء. ونحن نقبل على شهر رمضان المبارك الذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله شهرا مباركا متقبلا يعيننا فيه على الصيام والقيام. وحقيقة كنا نتمنى أن يقبل الناس على هذا الشهر وفي هذه الفترة التاريخية بعيدا عن النزاعات، بعيدا عن الأحقاد، بعيدا عن التأجيج المتبادل. ونحن ندرك تماما المخاطر حقيقة التي يعني تحيط بالوطن الإريتري. والوطن الإريتري نعرف بأن طبيعة تكوينه وطبيعة تطور شعبه هذه كلها حقيقة تملي علينا مسؤوليات كبيرة جدا، وخاصة لمن لا يدرك هذه الحقيقة فإنه يعيش نوع من التفكير الخاطئ وربما نوع من الأوهام للأسف الشديد. فأحب حقيقة قبل أن أدخل في السؤال أولا أن أقول بأن الوطن الإريتري بطبيعته ما في أحد له فيه الخيار بأن يكون والله هذا الوطن بالشكل الذي تشكل فيه. يعني نحن في نهاية المطاف كما هو الحال في كل الدول الأفريقية تشكلت البلدان والأوطان بناء على سياسات الاستعمار وسياسات المحتل، وعلى كل تشكلت ربما أحيانا بتركيبات قد تكون ليست ذات طبيعة فيها انسجام أو تراعي على الأقل التنوعات الدينية أو تراعي التنوعات العرقية. فهي دولة على كل قائمة بناء على وجود مستعمر في فترة من الفترات ظل يهيمن عليها، ثم لما خرج رسمت عموما حدود الدول الأفريقية بناء على الفترة الاستعمارية. وإريتريا كما تفضلت لما خرج منها على الأقل المحتل الخارجي كانت معروفة بتركيبتها على الأقل الحالية التي تشتمل على جغرافيا معينة تعرف الآن في الدولة الحديثة بأنها إريتريا. هذه الدولة فيها تعدد ديني، فيها تعدد لغوي، فيها تعدد إثني، فيها قوميات، فيها قبائل. حاليا هذا الوطن بهذه الصورة يعني لمدة ما لا يقل عن قرن كامل ضحى فيه الآباء والأجداد في سبيل أن يكون هنالك بلد، وبالتالي ليس هو هبة من أحد. يعني الدولة الإريترية الحالية جاءت بتضحيات، جاءت بشهداء، جاءت بأرامل، جاءت بجرحى، جاءت بمعوقين، ساهم فيها على كلنا الشعب الإريتري كل بما يستطيع، إلى أن وصلنا بفضل الله سبحانه وتعالى إلى مرحلة الاستقلال وبناء الدولة الإريترية. هذه الدولة الإريترية الآن إذا أردنا على الأقل أن نراعي فيها كل هذه التضحيات، ففي تقديري من الخطأ جدا أن يتصور أي طرف من الأطراف أنه بإمكانه أن ينفرد بالوطن الإريتري. يعني الوطن الإريتري لا يسمى وطن إريتري إلا بخصوصيته الجغرافية، جغرافيا الإريتريا، وبخصوصيته البشرية. يعني لا يمكن أن أتصور إريتريا الآن مثلا بلا تجرينيا مثلا، ولا يمكن أن أتصور إريتريا بلا تجري على مستوى المكونات، ولا يمكن أن أتصور إريتريا بلا بلين ولا بلا عفر ولا بلا ساهو أو النار أو البازا هذه أو الحداد هذه، ولا يمكن أن أتصور إريتريا بلا مسلمين ومسيحيين. فالتشكيلة هذه لمن أراد أن يفهم الوطن الإريتري كما هو هكذا. هذه واحد. النقطة الثانية،
بهذا التعدد وبهذه الصورة أمامنا خيارين. الخيار الأول أننا نتوافق على التعايش السلمي المشترك، بحيث خيرات هذا البلد وهي كثيرة جدا، وموارد هذا البلد وإمكانات هذا البلد نعيش فيها بشكل مشترك، ونستطيع أن نتعايش فيها بسلام بعيدا عن الحروب. هذا خيار، وهذا خيار العقلاء وخيار أهل الفضل من البلاد، وهذه الغالبية حتى نكون منصفين. يعني غالبية شعبنا الإريتري لا يذهب أصلا إلى مناحي الإقصاء والحروب. هذه واحد. الخيار الثاني، وهو الذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجنبنا إياه، أن تتصور أي فئة سواء كانوا مسلمين أو مسيحيين بأنه بإمكانها تنفرد بالوطن الإريتري وتعيش فيه لوحدها وترمي الآخرين في البحر. هذا في علم الاجتماع اسمه الوهم، واسمه نوع من التضليل، واسمه نوع من يعني أسميه خداع الجماهير. من يتصور أيا كان، يبقى زعيم مسلم يتصور بإمكانه إنه والله المسيحيين هذول يرميهم في البحر، أو واحد يقوم ويقول والله المسلمين سأرميهم في البحر. هذا واهم. الخيار الثاني هذا في تقديري ليس نزهة، لا بد أن نعرف الذي يريد أن يؤجج حرب طائفية في إريتريا ذات بعد ديني، فهو إنما يؤجج حالة قد يعرف بدايتها ولكن لا يمكن أن يعرف نهايتها. قد تعرف أنك أنت والله تقول للناس نريد أن نفعل كذا، لكن النهايات لا تعرف. فإذا كان هو يتصور أنه الآن في موطن قوة، وأنه مسنود، وأن هنالك سلطة تحميه، وأن هنالك امتداد قوي يحميه، فعليه أن يتصور اللحظة التي يتحول فيها الصراع إلى صراع ديني في إريتريا، فهو أيضا أمام قوة هائلة جدا من المسلمين لا يمكن أن تدخل على هذا الصراع. فهذا أنا أقول ابتداء، دعني أقول قبل أن نأتي إلى السؤال، علينا أن ندرك حجم المخاطر التي تتولد عن هذه الأطروحات، يعني الأطروحات التي تؤجج الحالة الطائفية. ففي تقديري علينا أن نعطي الأمور في إريتريا أبعادها الحقيقية. تاريخنا الإريتري القريب على الأقل، تاريخنا 100-150 سنة لقدام، لا نعرف فيه حروب دينية، ولا نعرف فيه أن هنالك اصطفافات على أساس إنه والله هذا مسلم وهذا مسيحي ويحترف فيه الناس على الأقل وتقوم حرب دينية، مع أن جوارنا في القريب والبعيد قد يكون عاش هذه الحالات. لكن شعبنا الإريتري تجربته الطويلة مع الإيطاليين، تجربته الطويلة مع البريطانيين، تجربة الثورة الإريترية أرست ثقافة كبيرة جدا، وهو أن إريتريا لا يمكن أن تستمر إلا إذا كان والله مكوناتها تماسكت. هذه نقطة القوة الحقيقية أولا، دعني أقول، التي يجب أن تكون نقطة الانطلاق لأي كلام. النقطة الثانية فيما يتعلق بمسألة الحالة الدينية وكيف نحن على الأقل نراعي بعضنا البعض. نحن على الأقل في تصورنا الإسلامي وفي قراءاتنا للأديان، هنالك مشتركات في الأديان لا تختلف عليها. الأديان تشترك مثلا حول وجود الله سبحانه وتعالى، بغض النظر بعد ذلك كيف تتعبد لله. يعني كلنا نؤمن بأن الله سبحانه وتعالى موجود، فنختلف عن الملاحدة وعن الطبيعيين وعن الماديين في أن أهل الأديان يقرون بوجود الله سبحانه وتعالى، يقرون بأن الله سبحانه وتعالى له رسل، ورسله تحترم وتقدر وتعظم. نقر بأن لله كتب، وهذه الكتب أيضا لا بد من العمل بها. هذه الكتب نقر بأنها تتضمن مجموعة من القيم، وبالتالي هنالك مثلا في الإسلام عندنا 5 قيم نعتبرها قيم دينية لكل الأديان: الحفاظ على أديان الناس، والحفاظ على أرواح الناس، والحفاظ على عقول الناس، والحفاظ على أموال الناس، والحفاظ على أعراضهم ونسلهم. هذه ال5 كل الأديان السماوية تقر بها. فمثلا في مسألة الحفاظ على الأديان، نحن مثلا نرى أن المسلمين وغير المسلمين يجب أن لا يمسوا فيما يتعلق بأديانهم. أصحاب الكنيسة يتعبدون في كنيستهم، وأصحاب المسجد يتعبدون في مسجدهم، وأن لا يكون هنالك اعتداء لا من هذا ولا من هذا. ولذلك الله سبحانه وتعالى لما قال لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، هو أنه لا يكره أحد على أحد. أنت كل ما تملكه في مسألة الأديان هو الحوار بالتي هي أحسن، والمجادلة بالتي هي أحسن، لكن لا تستطيع أن تفرض ديانتك على أحد. وهذا هو مفهوم الفتنة في القرآن الكريم. يعني القرآن الكريم نهى عن الفتنة واعتبرها كبيرة من الكبائر، وهو أن يفتن الإنسان في دينه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول يعني حتى لا يفتن يهودي عن يهوديته ولا نصراني عن نصرانيته.
لأن مفهوم الفتنة عندنا يتسع إلى أن اليهودي لا يكره على ما لا يريد، المسيحي لا يكره على ما لا يريد. هذه مسألة بالنسبة لنا تدخل في مفهوم الفتنة. فلو قامت مجموعة من المسلمين وأرادت مثلا إنه والله تجبر الناس للخروج من كنائسهم أو منعهم من كنائسهم أو اعتناقهم بالإجبار للإسلام، فهذا بالنسبة لنا مثلا في التصور الإسلامي يعتبر فتنة من الأشياء الخطأ. فهذه النقطة والمهمة جدا. النقطة الثانية أيضا من الأشياء التي تجمعنا مع المقاصد الخمسة، هنالك ما يسمى في المسيحية واليهودية بالوصايا، وعندنا في شريعتنا تسمى بالمحرمات. قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم. هذه مهم يعني مشتركات بين أهل الأديان، وهي توحيد الله سبحانه وتعالى، بر الوالدين، ترك الفواحش، عدم قتل النفوس والأطفال، إقامة العدل، إقامة الموازين بالقسط، الوفاء بالعهود والمواثيق. هذه تعتبر عند النصارى وعند الكتاب القديم يعتبروها، في الكتاب القديم كانت تسمى بالفرقان، وفي العهد الجديد اللي هو كتاب عيسى تسمى فيه بالحكمة، وعندنا تسمى بالصراط وبالفرقان وبالحكمة. فهذه مشتركات. يعني أنا في تقديري لو أن أهل الأديان بحثوا في هذه المشتركات ليعززوها ويقووها ويجعلونها ثقافة مجتمعية، يعني الآن مثلا الحفاظ على النفوس، الحفاظ على الأموال، الحفاظ على أموال اليتامى، الحفاظ على الموازين والمقاييس والقيم المتعلقة بالأسواق، العهود والمواثيق التي نتواثق عليها فيما بيننا بدءا من الدستور ونزولا إلى ما دون ذلك، كل هذا من المشتركات اللي نسميها نحن مشتركات إنسانية ودينية في نفس الوقت. هذه في تقديري إذا تم رعاية هذه المسائل مع احترام وخصوصية كما ذكرت كل طرف للطرف الآخر، فنحن مثلا نقر أهل النصارى على ما هم عليه فيما يتعلق بأديانهم. يعني حتى الفقه يعني يستخدم عبارة يقرون على دينهم. يقرون على دين بمعنى ليس أنه أنا مقر بأن الله ثالث ثلاثة، ما أقر أنا كمسلم بذلك، لكن هذا رأيه وهذه عقيدته، وأنا أتعامل معه بناء على هذا الوضع. فهذه نقطة مهمة. النقطة الثانية وهي بالنسبة لنا على الأقل كمسلمين، نحن نختلف عن الطرف المسيحي في شيء، وهو أننا نؤمن بأن عيسى عبد الله ورسوله، ونؤمن بأن مريم العذراء من أعف نساء الأرض، ونؤمن بأن الإنجيل منزل من الله سبحانه وتعالى. ما قبل التحريف هذا كل هذه بالنسبة لنا، وبالتالي إيمان المؤمن يكتمل إذا لا يكتمل أو ربما لا يكون مسلما إذا كان يقول عيسى ليس برسول، أو موسى ليس برسول، أو الإنجيل والتوراة لا اعتبار لها لا. نحن نقول بأن آمنا به كل من عند ربنا، التوراة من عند الله، والإنجيل من عند الله، والقرآن من عند الله. هذه عقيدتنا وهذا ما نراه. فبالنسبة للمسلم هنا تلاحظ بأنه حتى في التعامل مع الكفار إجمالا يقسمهم إلى قسمين. القسم الأول هو أهل الكتاب لهم أحكام خاصة، والقسم الثاني هو الكفار الذين على الأقل لا كتاب لهم. فيجد نفسه المسلم أقرب دائما إلى من؟ إلى أهل الكتاب، أنه يشتركون معه في هذا الجانب. وبالتالي أنا في تقديري هذه المشتركات ورعايتها والاهتمام بها مما يعزز اللحمة الوطنية، ويجعل الناس ينقلها من ساحات الاحتراب وساحات على الأقل الاستهتار بالأديان وساحات زراعة العداوة، ينقلها إلى ساحة العمل المشترك التي تؤسس في النهاية إن شاء الله إلى دولة المواطنة ودولة أريتريا للأريتريين. نعم. وكما تفضلت شيخ، وما هو دور العلماء والقساوسة لهذا التعايش مع المسلمين والمسيحيين، لما يحصل أحيانا يعني يحصل تصادم بينهم أو سوء تفاهم بين الشعب أو بين الأفراد، ما هو دورهم؟ عموما لكل مجتمع له قادة. هؤلاء القادة إما يكون قادة سياسيين، وإما أن يكونوا قادة اجتماعيين، وإما أن يكونوا قادة دينيين. وكل القادة مهمتهم الأساسية أنهم كيف يحافظون على السلم الاجتماعي. يعني إذا كان فشلت القيادات في تحقيق السلام الاجتماعي، فإن النتيجة الطبيعية هو نزول هذه الأمور من العقلاء ومن كبار القوم إلى ما دونهم، ومن حالة العقلانية إلى حالة الأهواء، ومن حالة الانضباط إلى حالة التفلت، ومن حالة السلام إلى حالة الحرب. فأول ما يجب في تقديري على علماء الطرفين وعلى رجال الدين المسيحي وعلماء المسلمين، عليهم احتواء هذه الأزمات، وألا يتركونها تتطور، وألا يتركونها تذهب إلى ما لا يحمد عقباه. لأن الله سبحانه وتعالى علمنا في كتابه بأن والله أحيانا إذا جاءت الفتن
لا تأخذ فقط السيئين. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. فمثلا الآن لو حصلت حرب في إريتريا نتيجة هذه الفتن الطائفية، هل ستفرق ما بين من كانوا والله جزء من الفتنة ومن كانوا خارج الفتنة، أم أنها ستأخذنا جميعا؟ ستأخذ الصالح والطالح. وبالتالي نحن نقول واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، أي احذروا من الفتن التي تكون مآلاتها على الجميع، وأن مآلاتها كارثية. وبالتالي في تقديري على الأطراف جميعا أن تتبنى خطابا عقلانيا يؤدي إلى السلم المجتمعي. ومن هذا المنبر أيضا نناشد بأن يكون هنالك جلوس ما بين علماء المسلمين وعلماء النصارى حتى يصلوا على الأقل إلى احتواء المشكلات، ويضعوا على الأقل قواسم مشتركة في كيف يمكن أن نضبط الحركة الدينية في البلد بما لا يؤدي إلى الاحتراب وإلى التشويش بقدر ما يؤدي إلى سلام مجتمعي، وحركة الدعوة تكون حرة بين الناس. حينها خلي كل واحد زي ما يقول الجماعة الحشاش يملى شبكته في إطار سلام اجتماعي، أنت تدعو وأنا أدعو. لكن في حالة الحرب لا أنت مستفيد ولا أنا مستفيد بقدر ما إريتريا يمكن أن تتشتت. فنحن عموما نسعى إلى أن كيف نستطيع أن نصل بهذا الحوار إلى مؤتمر جامع ومبادرة للعلماء جامعة تصل بالناس إلى مؤتمر مشترك على الأقل يضع هذه الأمور ويضع نصب عينيه إريتريا على الأقل هذه التي قدم فيها التضحيات الجسام، ألا تكون ألعوبة في أيدي السفهاء، وألا نجعلها أيضا شعبها يكون مهدد بسبب الذين على الأقل لا يعقلون. بارك الله فيك دكتور. في حاليا نحن نشوف يعني كثير الناس وكثير من حتى من المسيحيين أو من المسلمين يسبوا الأديان ويسبوا الناس ويسبوا بمجتمع كامل أو لمسيحيين مثلا أو لمسلمين. ما هو حكم السب الأديان أو حب الرسول صلى الله عليه وسلم، سب الرسول صلى الله عليه وسلم أو سب الله سبحانه وتعالى أو أديان أو أشخاص؟ ما هو السب في حكم الإسلام؟ طيب، قالوا دعني أقول بأنه من الثوابت الشرعية بين أهل الأديان حرمة سب الله سبحانه وتعالى، وأن من سب الله كفر بغض النظر عن إيش التفاصيل. يعني من يسب الله سبحانه وتعالى فهو كافر بالله وله عقوباته. وبالتالي أقدس المقدسات في هذا الوجود هو الله. فالله هو اسمه القدوس، وأنه يقدس ويسبح ويحمد ويكبر ويعظم، ولكنه لا يساء إليه. هذه واحدة. النقطة الثانية، فإن من يسيء إلى أي طرف من الأطراف ظنا منه بأنه يسيء إلهه ويسيء ربه أو كذا فإنه يخطئ، لأنه يسب البشرية كلها ويمس البشرية كلها المؤمنة بالله. هذه مسألة خطيرة جدا. وبالتالي الذي يسب هو لا يدرك أنه يسيء للآخرين، ولا يدرك بأنه يتجاوز دائرة الشخص الذي هو يتصور قد يكون أساء إليه واحد من طائفة منتسبة إلى مليار أو مليارين من الناس، فيظن نفسه بأنه والله هو يسيء لشخص أو يسب شخص، وفي حقيقة الأمر هو يسب المليارات من البشر. فهذه ظاهرة عموما أيضا خطرة وتؤدي إلى أمور لا تحمد عقباها. كذلك مسألة الرسل أيضا من المقدسات في الأديان، عدم سب الكتب المنزلة وعدم سب الرسل، وهذه أيضا من المحرمات التي لا يجوز بأي حال من الأحوال الاقتراب منها ولا المساس بها. فنحن عموما حتى نقول لو لم يكن، نحن بالنسبة لنا على الأقل المسلمين عقيدتنا ألا نسب رسول من الرسل بأي شكل من الأشكال. يحرم علينا أن نسب عيسى، أن نسب موسى، أن نسب نوح، أن نسب إبراهيم، لأنه من نوح عليه السلام وإلى محمد عليه الصلاة والسلام الرسل كل هؤلاء آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. فنحن لا نفرق في ديننا، ليس هنالك تفريق بين محمد وعيسى في الإيمان، نؤمن بمحمد كما نؤمن بعيسى. الطرف الآخر مشكلته، طرف المسيحي مشكلته أنه هو لا يؤمن بمحمد، لكن نقول له كونك لا تؤمن لا يعني أن تسيء. واضح؟ يعني أن تعتقد في نفسك أن محمد ليس رسول، هذا شأنك. أن تعتقد ليس هنالك كتاب اسمه القرآن منزل بعد عيسى، هذا شأنك. لكن لا تسيء إلى هذه الفئة الهائلة من البشر اللي هي الآن تقارب 2 مليار من الناس على وجه الأرض، تسيء إليهم وتسب رسولهم. فعلى الأقل هذه المسألة من ناحية اجتماعية ومن ناحية حتى أخلاقية ليس من الأخلاق ولا من التعايش الإنساني أن تسيء إلى يعني فئة، حتى لو زعيم من الزعماء، دعك زعيم من الزعماء اليوم لو في شخص على الأقل رئيس دولة
أنت بتعمل احترام لرئاسة الدولة في سبيل احترام شعبها، ليس لذاته. أحيانا بتحترم هذا الشعب الذي يرأسه هذا الشخص، فما بالك بشخص على الأقل تنتسب إليه هذه المجموعة البشرية الكبيرة. طيب إن شاء الله نرجع بعد الفاصل دكتور، إن شاء الله نرجع بعد الفاصل المستمعين الكرام إن شاء الله. لم يكن الإعلام وليد عصر من العصور أو حضارة من الحضارات، فلا يوجد زمن من الأزمنة قديما أو حديثا إلا واحتل الإعلام مكانة فيه. ومن هنا انطلق راديو سلام مستخدما جميع الوسائل المتاحة على الأقمار الصناعية ومنصات البث على الإنترنت والتطبيقات ليصل إلى جمهوره، ليكون وسيلة إعلامية مسموعة متخصصة في الشأن الإريتري، ويبث باللغتين العربية والتجرينية على مدار الساعة. راديو سلام يخاطب المجتمع الإريتري كافة بجميع مكوناته، ويتفاعل مع قضاياه لترسيخ الانتماء وتجديد الوعي وتحقيق السلام والريادة، ويبث على الأقمار الصناعية والمنصات الإلكترونية كافة، وكانت أهدافه تعزيز قيم السلام والإخاء والتصالح والعيش المشترك، نشر قيم الإسلام وأخلاقه وتعزيز الأعراف والأخلاق الفاضلة، ترسيخ مكانة المرأة وتفعيل دورها في المجتمع والعناية بقضايا المرأة والطفل والشباب وكبار السن، المساهمة في التنمية ومواجهة الفقر والجهل وتوطين اللغة العربية. اكتمل بث راديو سلام على المنصات التالية: على القمر الصناعي نايل سات على التردد 12687، وعلى متجر الأندرويد والأبل، وعلى الموقع الإلكتروني سلامميديا61.com، وعلى جميع وسائل التواصل الاجتماعي. راديو سلام، سلام ووئام. تستمعون الآن إلى برنامج قضايا إريتريا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دكتور حسن، بما أنت يعني تكلمت عن مكونات الإريتريا، يكون بين المسيحيين والمسلمين احترام، وما هي الإسلام؟ لما نقول نحن له الإسلام احترام للأديان، هل يجوز نجادلهم بالتي هي أحسن، ولا نسكت ولا نتكلم ما يكون يعني بيننا وبينهم أي حوار؟ هل يجوز نحاور معهم؟ بسم الله الرحمن الرحيم. حقيقة بالنسبة لموضوع الأديان في الأصل يقوم على القناعات، يعني لا يقوم على الإكراه ولا يقوم على الإجبار، ولكن يقوم على أن يقول الإنسان ما يراه من حق ويدافع عنه ويقيم عليه البينات والبراهين. هذا هو طبيعة الدين، يعني طبيعة الدين: وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، مع تحمل المسؤولية بعد ذلك. يعني الذي يكفر سيتحمل مسؤوليته، هو الذي يؤمن سيتحمل مسؤوليته. فالذي لا يستجيب لآيات الله ولا يستجيب لأحكامه ولا يستجيب للبينات والبصائر الواردة من الله سبحانه وتعالى ويكفر، فهو بطبيعة الحال هذه الآية فيها برضو تهديد، يعني بمعنى يوم القيامة سيكون مسؤولا أمام خياره، لكن هو اختار طريق الخير أو طريق الشر فهو له ذلك. يعني ليس هنالك إجبار فيما يتعلق بالأديان. النقطة الثانية أيضا: ليس هنالك حجر في الحوار بين أهل الأديان، فلا نقول بأن والله نحن لا نريد أن ينتقل الناس من هذا الدين إلى هذا الدين من خلال الحوار. من يمتلك الحقائق، من يمتلك البينات، من يمتلك البراهين يقدمها، ولكن بشرط. هنا الله سبحانه وتعالى أمرنا في مجادلة أهل الكتاب ألا نجادلهم إلا بالتي هي أحسن. وهنالك الآية الضابطة عموما في حركة الدعوة: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. فلما يتحول الأمر هنا، طبعا لما تصل المرحلة إلى مرحلة الجدال، ما قبل الجدال في الدعوة هي بالتي هي أحسن، بعيدا عن الجدل والأخذ والرد. فعموما شرط الجدال بالحسنى أولا أن نطلب ونريد قصدا هدايته. يعني أي داعي إلى الله سبحانه وتعالى لا يريد من جداله هداية الطرف الآخر، الأفضل السكوت.
يعني أنت يجب أن لا تتصور تريد الانتصار لنفسك، تريد تسجيل أهداف لنفسك، تريد هزيمة الخصم بمجرد الهزيمة. هذا ليس مراد من دعوة الله سبحانه وتعالى. الدعوة إلى الله المقصود الأسمى لها أن يهتدي هذا الشخص ويصل الطريق وأن يواصل بعد ذلك، لا تكون أنت عليه أصلا بعد ذلك سيدا. فالله سبحانه وتعالى أمرنا أن تكون غاية دعوته هو أن يهتدي الناس، ادعو إلى سبيل ربك. وهنا قال الله سبحانه وتعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله، دعا إلى الله. وهنا طبعا تفريق دقيق جدا، فرق كبير وأنت تدعو إلى الله بين أن يكون المقصود دعوتك إلى الله بهداية الناس، وبين أن يكون يدخل فيها حظ النفوس. حظ النفوس بمعنى أنك والله أنت تريد تنتصر، تريد تهزم الطرف الآخر، لا تريد الوصول إلى الحقيقة المجردة. هذا لا يسمى دعوة إلى الله. فالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى هو أن يكون مراد دعوتنا غايتها هداية الناس وعبادة الله سبحانه وتعالى. فأهم شيء هذه مهمة. النقطة الثانية أيضا نراعي في الطرف الآخر والذي يجادلنا، هل يريد فعلا الوصول معنا إلى حقيقة أم أنه يريد الشغب ويريد التشويش ويريد الإساءة؟ فهنا الذي يريد الإساءة والتشويش ابتداء لا يدخل معه في الجدال، وهذه مسألة مهمة في الجدال. يعني لا بد أن تتعرف. يعني الله سبحانه وتعالى لما قال قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، فالبصيرة هذه بصيرة بالنفس. نفسك أنت، هل أنت مؤهل أصلا لأن تدخل هذا الحوار ولا ما مؤهل؟ ما مؤهل لا تدخله، اترك المجال لمن هو أهله. أيضا مهم جدا أن تتعرف بصيرة على دينك، هل فعلا أنت تمتلك البراهين والأدلة القاطعة للحوار؟ بصيرة بالنفس بمعنى أنه أنا عندي قدرات ولا ما عندي قدرات. بصيرة بالدين بمعنى دين الذي أنا أدعو إليه أعرف تفاصيله وأعرف أحكامه وأعرف غاياته وأعرف مقاصده. الثالثة بصيرة بالآخر، ما هي الأمور التي يحتاجها الطرف الآخر بحيث أنا الله أريد أن أجادله، ما هي أسس هذا الجدال، وكيف يمكن أن نصل أنا والطرف الآخر إلى الحقيقة، لأن الهدف الأساسي بيننا هو أن نصل إلى الحقيقة المجرد. فالله سبحانه وتعالى قال ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم. طبعا هنا الله سبحانه وتعالى حدد بأن هنالك طائفة من أهل الكتاب ظالمة لا تريد أن تصل إلى الحقيقة، بقدر ما تريد الإساءة، بقدر ما تريد التطاول، بقدر ما تريد التأجيج، بقدر ما تريد إثارة النعرة الطائفية لمجموعة الدين اللي هم ينتسبوا إليه. هنا خطيرة جدا مسألة التجاوز والظلم. فالله سبحانه وتعالى يقول إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. فالظلم ممنوع في أي وقت وعلى أي حال وتجاه أي إنسان، يعني لا تظلمه ولا تتجاوز عليه ولا تعتدي عليه. فأنت الذي يظلم منهم هنا لا بد أن تسلك معه كذلك الطرق والأساليب التي توقفه في حده. يسلك معه مثلا الطرق يعني جزء من الطرق إن والله يوصل بشكل مباشر إلى أهله، إلى طائفته، إلى علمائه، إلى يسلك معه الطرق القانونية أيضا التي إذا كان في بلد من البلدان فيها على الأقل قوانين تسمح بالتقاضي في مثل هذا النوع من الإثارات، وخاصة جزء من هؤلاء هم في بلدان على الأقل أوروبية وتجرم مسألة التحريض بين الأديان، يمكن أيضا اللجوء إلى هذا الجانب. فالشاهد إنه في مجموعة طرق بحيث أنت لا يقال خلاص والله ماذا نفعل، لا، هنالك الكثير مما نفعله في من على الأقل يعتدي علينا في أدياننا، يسب الله، يسب رسول الله، يسب دين الله. هذا لا يمكن أن نقول والله بس تقبل مشكلتنا معه حوار، لا، الحوار سيتوقف عندما يريد الحقيقة ويريد الوصول إلى الحقيقة. أما الآخرين إلا الذين ظلموا منهم فهنالك طرق أخرى لا بد من التعامل بها. وعموما هنا مقتضى الحكمة، مقتضى الحكمة وضع الشيء في موضعه. فوضع الحكمة الكلام اللين والكلام الطيب في مكانه، والإجراءات القانونية التي توقف كل سفيه في حده أيضا في مكانها. هذه واحد. النقطة الثانية أيضا، ونحن بالذات المسلمين ونحن ندعو إلى الله سبحانه وتعالى ونحاور الأطراف الأخرى، علينا أن نتصور بأننا نحمل رسالة سامية. هذه الرسالة لا تقبل بأي شكل من الأشكال إساءاتنا نحن، أن ندخل عليها إساءات ونحن نقول والله نحمل رسالة الله، نحمل دين الله. دين الله أحمله كما هو وأحمله كما أنزل، حتى لا تكون فتنة للذين كفروا. يعني أنت قد تكون بسلوكك وبتصرفاتك الخاطئة وبأساليبك الخاطئة قد تصد الناس عن دين الله سبحانه وتعالى. فنحن كيف نستطيع أن نكون هداة وأن نكون دعاة إلى الله سبحانه وتعالى ونريد أن نخلص الناس مما هم فيه؟ وهنا قيمة أساسية من قيم الدعوة إلى الله، قيمة الرحمة. يعني وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. كيف أكون رحمة للعالمين؟ أقصد هدايتهم،
الوصول إليهم، مجادلتهم بالتي أحسن، بيان باطلهم الذي أنا أراه مثلا باطل، والمجادلة في هذا الاتجاه. والمقصود الأساسي من كل هذه الحركة أني رحيم بهم، أنا أعطف عليهم وأشفق عليهم وأتمنى لهم الخير، وإرادة الخير للناس مقصد أساسي بالنسبة للمسلم، وإرادة الهداية للناس مقصد أساسي للمسلم. قد حرض النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك عندما قال يعني لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. يعني خير لك في وقتها على الأقل ما كان مشاع عند العرب هو الإبل، أفضل ما لديهم الإبل، لا يمكن أن تكون العمارات والقصور والسيارات وغيرها. فأنت كل ما تجمعه في هذه الدنيا لا يعدل أن يهتدي على يديك شخص واحد. فكيف نحن على كل نكسب هذه المسألة وألا نشوش عليها بالمشوشات الأخرى، يعني رسالة سامية ولكن لا نؤديها بأسلوب على الأقل يليق بها. نعم. بارك الله فيك. ما حكم بين ما يجاهر بمعصية ويرد إلى المسيحيين بدفاع عن الإسلام، وهو يدافع عن الإسلام بس يسب الآخرين ويجاهر بمعصية، ما هو الحكم في الإسلام؟ أولا ابتداء أنا يعني دعني قبل أن أقول بأن والله هو يجاهر أو لم يجاهر، دعنا نقول بأن أول نثمن أي جهد خير يغير على الدين. يعني الغيرة على الدين ابتداء، وجود الغيرة للدين هذه مطلوبة، لأن هنالك أناس مثلا الدين لا يعني عندهم شيء. فأنا أفرق بين شخص أخطأ وهو يريد الخير ويريد نصرة الدين، وبين شخص أصلا لا يعنيه الدين. فهذا الذي أخطأ على الأقل وهو يريد النصرة ويريد الانتصار للدين ويريد على الأقل ألا يسب الله ولا يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا ابتداء أنا أشيد بغيرته واحدة. النقطة الثانية أيضا من رحمتنا به ومن رحمتنا وحرصنا على الآخرين وحرصنا على سلامة ديننا، نقول أن المنكرات أيا كانت لا تصح لا جهرا ولا سرا، لا تصح. يعني الذي أخفاها وابتلاه الله سبحانه وتعالى بها في الخفاء يحرم عليه أن يجهر بها، لأن الجهر ذنب والذنب نفسه لحال. فالذي مثلا ارتكب ذنبا خفيا هذا ذنب ويحاسب عليه عند الله سبحانه وتعالى، فلما ينقلها إلى الرأي العام ويحول جريمته من جريمة خفية غير معروفة هي بينه وبين الله، يحولها إلى المجتمع، هنا تحولت الآن جريمة مجتمع. والمجتمع من حقه إذا في دولة في قانون من حقه أن يحاسب، من حقه أن يعاقب، من حقه أن يراقب، من حقه أن يصوب. فعلى الأقل نحن الآن بما أننا على الأقل كثير من الأريتريين ربما هم خارج أوطانهم وكثير مما يجري من مشكلات الآن خارج الأوطان، فإن الذي على الأقل نفعله هو أن ننكر المنكر. فنقول لمن أخطأ وجاهر بمعصيته نقول له لا يحب الله الجهر بالسوء من القول ولا يحب الله الجهر بالسوء من الأفعال أيا كان إلا من ظلم. يعني الذي أبيح له أن يقول السوء من الأقوال والأفعال بمعنى أن يحكي مظلمته، إذا ظلم أن يقول والله أنا حصل لي كذا وكذا، لكن ابتداء الله لا يحب الجهر، لا يحب يجاهر الإنسان بمعاصيه. ابتلاك الله سبحانه وتعالى بمعصية اتركها، هذه أيضا مسألة مهمة. لكن نحن مثلا حتى لا نقف عند ظواهر الأشياء، أنا أحيانا أقول لماذا لا نتساءل ما الذي حمل هذا الشخص إلى أن يفعل هذا السلوك؟ هذه مهمة جدا. يعني ما الذي جعله يصل إلى هذا المستوى؟ ما الذي جعله يتبجح ويصور أنه والله الأشياء القبيحة الفواحش غيرها أنه والله يعلنها للناس؟ هو أنت إذا لم تدرك، أنا قلنا منكرة ومرفوضة وسلوك، لكن أنا مش مهمتي كده، لا، مهمتي أيضا أصل لماذا وصلنا إلى هذا المستوى. وصلنا إلى هذا المستوى أي عقيدة وأي دين وأي صاحب لما أنت تسيء إليه، علماء الاجتماع يقولون الظلم لا تبقى معه مقدسات. يعني اللحظة التي أنت تظلم الإنسان، تعتدي عليه في دينه، تسب ربه وتسب دينه وتسب رسوله، ثم تطالب بعد ذلك بأنه الله يحترمك ولا يظلمك ولا يعتدي عليك، نحن نقول كل هذا مرفوض. لكن علم الاجتماع بشكل عام يقول لنا المقدسات تحترم لما يكون في عدل. لاحظ الآن كثير من الناس لما تدخل في الحروب صعب جدا أن تقيدهم بقوانين الحرب. لماذا؟ لأنهم يندفعون بمظلوميتهم، فتحصل المجازر وتحصل التجاوزات وتحصل كذا. فالقرآن الكريم مثلا في الحروب يخاطبنا بالتقوى، وأنت في الحرب يقول لك والله وقاتلوا الذين وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا. لاحظ في الحرب
يقول لك لا تعتدي، بمعنى لا تعتدي، لا تتجاوز الحدود المسموح بها. فمثلا كثير من الناس يتصور بأن والله هو يريد أن يدافع فيقع في المحظور. نحن نقول الذي يريد أن يدافع عن دين الله سبحانه وتعالى يدافع بحق، لأن دين الله شريف ودين الله مقدس، ووسائله يجب أن تكون لائقة به. فلا تستخدم أي وسيلة من الوسائل التي لا تكون مقدسة ولا تكون مشروعة، فأنت تدعو إلى الله بوسائل مشروعة. يعني كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله: جماع الدين، أي ما يجتمع عليه الدين، هو أن لا نعبد إلا الله، وأن لا نعبده إلا بما شرع، لا نعبده بالبدع. فنعبد الله بشرعه، نتعبد الله سبحانه وتعالى بالطرائق التي أمرنا أن ندعو بها. فلا يأتينا شخص يقول والله أنا أريد أن أكسر الطرف الآخر فأفعل مثلا منكرات أو أفعل فواحش أو غيرها، لأن الله سبحانه وتعالى حتى فيما يتعلق بأنهم إن اعتدوا علينا نعتدي عليهم بما هو مشروع. فمثلا من وقع مثلا في زنا، مثلا زنا، ما أباح الله سبحانه وتعالى أن تكون المعاملة بالمثل فأنت ترتكب أيضا زنا في محارمه، لا، ما يصح، لأن الزنا محرم في كل حال. قام واحد مثلا ظلمك والظلم محرم، لا يعني أنت أن تظلمه وتتجاوز فيه لحتى تقول والله نعم ضرب ابني أنا أقتل ابنه. لاحظت؟ حتى لو قلنا أنك أنت ضرب ابنك، أضرب ابنه، لكنك لا تقتله. لماذا تقتله؟ وهكذا. فنحن على كلنا المطلوب منا فيما يتعلق بهذا الاتجاه كيف نستطيع أن نضبط سلوكياتنا ونضبط تصرفاتنا. وفي كل الأحوال نحن كمجتمع أيضا نتساءل لماذا وصل هذا الإنسان إلى هذا المستوى. نقول على أهل كل طائفة عليها أن تقف مع صاحبها: يا أخي أنتم فعلتم كذا وجعلتم الطرف الآخر والله يصل إلى هذا المستوى. هنا نستطيع على الأقل أن نصل إلى الرشد ونصل إلى الضبط والتعقل. فكما قيل نحكم، كل واحد يحكم على الأقل طائفته بالتي هي أحسن، ويرشدها ويوجهها ويبين لها وجه الصواب ووجه الخطأ. وأيضا في نقطة مهمة جدا، أن هذا السلوك في نهاية المطاف لمن يتصور بأنه هو يعني سلوك سوي، عليه أن يدرك بأنه آذى كل الناس، لم يؤذي فقط من تصور أنه يعني ارتكب في حقهم الجريمة، لا، هي جريمة مجتمع، والمجتمع منكرها جميعا ولا يتقبلها. يعني الذي يفعل الفواحش في طرف من الأطراف بطبيعة الحال يمكن أن يخاف الطرف الآخر بنفس الطريقة. يعني ما الذي يضمن لي أن والله هذا الذي ارتكب فاحشة مع مسلمة أو مع نصرانية أن يفعلها مع الجميع؟ يعني وهذه عموما أذية للكل. نطلع فاصل إن شاء الله، نرجع بعد الفاصل. لم يكن الإعلام وليد عصر من العصور أو حضارة من الحضارات، فلا يوجد زمن من الأزمنة قديما أو حديثا إلا واحتل الإعلام مكانة فيه. ومن هنا انطلق راديو سلام مستخدما جميع الوسائل المتاحة على الأقمار الصناعية ومنصات البث على الإنترنت والتطبيقات ليصل إلى جمهوره، ليكون وسيلة إعلامية مسموعة متخصصة في الشأن الإريتري، ويبث باللغتين العربية والتجرينية على مدار الساعة. راديو سلام يخاطب المجتمع الإريتري كافة بجميع مكوناته، ويتفاعل مع قضاياه لترسيخ الانتماء وتجديد الوعي وتحقيق السلام والريادة، ويبث على الأقمار الصناعية والمنصات الإلكترونية كافة. وكانت أهدافه تعزيز قيم السلام والإخاء والتصالح والعيش المشترك، نشر قيم الإسلام وأخلاقه وتعزيز الأعراف والأخلاق الفاضلة، ترسيخ مكانة المرأة وتفعيل دورها في المجتمع والعناية بقضايا المرأة والطفل والشباب وكبار السن، المساهمة في التنمية ومواجهة الفقر والجهل وتوطين اللغة العربية. اكتمل بث راديو سلام على المنصات التالية: على القمر الصناعي نايل سات على التردد 12687، وعلى متجر الأندرويد والأبل، وعلى الموقع الإلكتروني سلامميديا61.com، وعلى جميع وسائل التواصل الاجتماعي. راديو سلام، سلام ووئام. تستمعون الآن إلى برنامج قضايا إريتريا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رجعنا لكم بعد الفاصل إن شاء الله. دكتور حسن، ما نصيحتكم لدعاة والمشايخ والعلماء الذين يتصدون لدعوة إلى الله سبحانه وتعالى؟ عموما أنا قد أكون في جزء من حديثي تخلل هذا الموضوع، أن الذين يتصدون إلى للدعوة إلى الله سبحانه وتعالى أول ما يلزمهم العلم بما يدعو إليه، والعلم بالبيئة التي يدعون فيها، والعلم كذلك بطبيعة المدعوين وأصنافهم وطبيعتهم وإشكالاتهم، حتى لا يضعون على الأقل أو يضيعون جهودهم بشكل ليس لائق. ومن المهم جدا أيضا التعرف على البيئة خاصة التي نحن ننطلق منها، إيش طبيعتها. يعني في ظل مجتمع مثلا يعني فيه تنوع، فيه تعدد، يختلف أنت طبيعة الاحتياجات الدعوية عن مجتمع كله مثلا مسلم. هذه مسألة مهمة جدا، لأنك مثلا في إطار المجتمع المتعدد الذي فيه تباينات أنت محتاج بشكل كبير إلى إبراز المشتركات، وأن تعزز هذه الاتجاهات وأن تسعى إلى لملمتها. النقطة الثانية أيضا في ظل المجتمعات ذات التعدد، يعني كثير من الأحكام أحيانا التي ربما لا تعنيهم أنا لا أشغل بها نفسي. هو مثلا قد لا يعنى كثيرا بالأحكام التفصيلية التي تعني المسلم، التي دخل في الرسالة ما نسميه بأحكام الإيمان. فأنت في مسألة الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى محتاج إلى العلم ابتداء، وإلى الوعي، وإلى الفهم، وإلى الإدراك بطبيعة المجتمع، بطبيعة الرسالة، بطبيعة المدعوين، بطبيعة التحديات والمشكلات التي فعلا تواجه المجتمع حتى تستطيع أن تسهم فيها. في نهاية المطاف على الداعية أن يدرك بأن طبيعة رسالته الحقيقية هي محاولة إرادة الخير وبثها في الناس، وتكن منكم أمة يدعون إلى الخير. فأنت في نهاية المطاف داعية خير وداعية حق وداعية لما يريده الله سبحانه وتعالى. فتقريبا هذا ما يجب باختصار على من يتصدون للدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. وأضف إلى ذلك من يتصدى على وجه التحديد لمسألة دعوة غير المسلمين، هذا يضاف إليه كذلك التعرف على كتبهم وعلى عقيدتهم، وحتى يخاطبهم بشيء فعلا مشترك يعرفونه تماما. يعني أنا لا أخاطب الناس بأشياء افترضها أنا وأقولها وأتصورها عنهم، لا، يجب أن أناقشهم بما هو موجود في كتبهم وفيما يؤمنون به، حتى تكون الرسالة أيضا ذات مصداقية. يعني مثلا لو أثار شخص قضية ليست في الكتب عندهم وقال أنتم تقولون كذا وتقولون، هم يقول لك ما نقولها، هذه كتبنا أتي بها، فتقبل إشكالية. فلا بد من دعوة غير المسلمين أن تكون أيضا بعلم وبصيرة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. فأنت من البصيرة في دعوة غير المسلمين أنك تدرك ماذا عندهم، وتدرك ما هي انحرافاتهم، وأن تدعو إلى الله سبحانه وتعالى كذلك بما هو لطف وما هو حكمة وما هو إن شاء الله بحق المقصود. إذا كان الله سبحانه وتعالى قد أرسل موسى عليه السلام وهارون عليه السلام لأعدى أعدائه وهو فرعون، قال لهم فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. فما بالك بغيره ما دون فرعون، من باب أولى أن يكون مدعوا بالتي هي أحسن، وألا تستفز الناس بما يؤدي على الأقل إلى تحريك المشاعر السالبة في النفوس. نعم. هل نقول يعني مثلا العلماء يودون، العلماء الآن كثير الناس يقول إنه العلماء قصروا في رد على اللي يسب الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى المسلمين في الإريتريا الآن، في الإريتريا في جزء من المسيحيين يقولوا إنه نقتلكم ونسويكم كذا، ولكن العلماء ما يردوا. وكيف هذا؟ هل نقول مثلا تقصير من العلماء؟ هو على كل أنه التقصير حاصل، ما في كلام. التقصير حاصل من الطرفين، التقصير حاصل من المسلمين ومن غير المسلمين، يعني حتى الطرف الآخر مقصر. لأنه أنا في تقديري مسألة السلام المجتمعي والتعايش الوطني هي ليست فكرة من طرف واحد. يعني لو تصورنا أنه والله في طرف يهاجم ويسيء ويفعل كل الأفاعيل ويتصور أن الطرف الآخر ليست له ردة فعل، هذا خطأ. التعايش الوطني هي فكرة مشتركة بين المكونات المجتمعية، احترام متبادل، تقدير متبادل، حرص متبادل، رعاية متبادلة لهذا الكيان الجامع في الوطن الأريتري. إذا تصورنا بأنه والله لا، هي بس حب من طرف واحد كما يقال، هذه لا تسمى تعايش وطني ولا تسمى إرادة التعايش. التعايش الوطني هو محاولة على الأقل إدراك التباينات وإدراك الاختلافات، ثم الالتقاء في المشتركات.
ما هي اللي خلاص أنا قدر الله سبحانه وتعالى أن هذه البقعة الجغرافية التي اسمها البلد الفلاني نحن نلتقي فيها بتعدد أدياننا، بتعدد قبائلنا، بتعدد مكوناتنا. لا بد أن تكون واحد من اثنين كما قلت لك، ما في خيار ثالث. إما أن أرتضي التعايش والسلم المجتمعي المشترك، وإما أن ألجأ إلى الخيار الآخر. كل العقلاء، دعنا نتكلم الآن عن العقلاء، ما في عاقل الآن يقول والله يا أخي من مصلحة إريتريا أن يؤجج فيها الوضع طائفيا. ما من مصلحة أي عاقل ولا مصلحة أي شخص حتى البسطاء من الناس يريد أن يعيش في سلام وأمان، ويريد أن يعيش على الأقل حياة طبيعية، والفترة التي قضاها الله سبحانه وتعالى له فينا يعيشها بشكل طبيعي. هذا الوضع اللي على الأقل ينشده كل شخص سوي وكل شخص عاقل. فنحن على الأقل هذا ما نريد أن ننتهي إليه إن شاء الله من كل تحركنا، أن نقول مسألة التعايش المشترك هي مهمة جماعية على علماء الطرفين، على رجال الدين في الطرفين، أن يقوموا بدورهم فيما يتعلق بإرشاد قومهم. المسلمين علماؤهم لهم من يسمع لهم، النصارى أيضا رجال دينهم وقساوستهم يمكن أن يسمع لهم. أنا لا أتصور أنه والله كل هذه الضجة يعني تستصعب وتكون صعبة وغير يمكن حلها من خلال هؤلاء الناس. يمكن حلها ويمكن تهدئتها ويمكن ضبطها، لكن ما يشجع هو الصمت، أنك ترى الأخطاء وتسكت، وأنك ترى الهجوم على المسلمين وتسكت، وأنك ترى والله من يقول سنرميهم في البحر وسنقتلهم وسنعذبهم. طبعا لكل فعل كما يقال في قانون الفيزياء لكل فعل رد فعل مساو له في المقدار ومضاد له في الاتجاه، هذا فيزيائيا. لكن إنسانيا لا، لكل فعل رد فعل قد لا يكون مساوي له في المقدار، قد يكون أشد. يعني هذه الإرادة الإنسانية في إطار عالم الجمادات الفعل ورد الفعل متساوي، لكن في إطار عالم البشرية الحالة الإنسانية أنت قد تضربني كف وأنا أقتلك، ممكن، لأنه الفعل الإنساني لا تستطيع أن تتحكم فيه. فنحن نقول بأن إذا أراد الناس على الأقل الاستقرار والسلام المجتمعي لا بد العلماء في الطرفين يقوموا بأدوارهم، وكما ذكرت الآية من قبل واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. لا نتصور بأن والله إريتريا لا قدر الله إذا حصلت فيها فتنة، إذا حصل فيها احتراب، هي عبارة عن نزهة وهي عبارة عن حالة عابرة وستمر. لا، ليست هكذا. أعتقد أن المسألة كبيرة وخطيرة ولا بد أن يتداعى لها العقلاء، وأن يذهبوا جميعا كما ذكرت إلى محاولة ضبط النفوس ومحاولة إن شاء الله على الأقل السيطرة على هذه الحالة. هل ممكن يكون هذا من يد خارجي مثلا؟ هو في التاريخ الإريتريا لما نشوف يعني وراء تاريخ إريتريا والاستعمارات عندهم يد يعني في. هو عموما سبحان الله معظم الخلافات الدينية والاجتماعية للأسف الشديد يتم توظيفها سياسيا. نحن الآن لا نريد أن نتهم شخص بعينه، لكن أنا أقول عامل الاستبداد من أكبر العوامل التي تستثمر في التناقضات. أي نظام مستبد كما يقول الكواكبي في كتابه الاستبداد أو طبايع الاستبداد حاول أن يشخص أدواء الشعوب وأمراضها في كتاب اسمه أم القرى. أوصل أسباب التخلف في البشرية إلى كم 30 تقريبا سبب، ثم نظر بعد سنوات إن والله كل هذه الكم 30 سبب اختزلها في سبب واحد وحصرها في سبب واحد، وقال الداء الأساسي الذي يؤدي إلى كل هذه المشكلات هو الاستبداد. فقيام النظام السياسي الراشد الذي يؤدي إلى تهدئة النفوس وضبطها وتمثيل المجتمعات واستيعاب التوترات وتنفيس على الأقل حالات الاحتقان، إذا لم يتواجد هذا فطبيعي جدا أن تفرز لك كل هذه الظواهر. كل هذه الظواهر يمكن أن تنتج نتيجة نظام سياسي مستبد. الحالة الثانية أيضا نحن علينا أن نتصور بأن إريتريا ليست عليها أطماع، وهنالك قوة طامعة في إريتريا. هذه القوة قد تكون قريبة وقد تكون بعيدة. في السابق كان عملية الاحتلال على الأقل الاحتلال الإيطالي والاحتلال البريطاني، لاحظنا كيف أن بعض الحالات حصلت في إريتريا كان دوافعها مثلا الاحتلال نفسه يقرب هذه الفئة ويبعد الفئة الأخرى. حالة فرعونية، استضعف طائفة منهم يذبح أبنائه ويستحيي نساءه. هذه كانت موجودة. فالاحتلال والاستبداد بطبيعتهم للإبقاء على نفوذهم وإبقائهم على السيطرة على الشعوب والامتصاص الموارد ولإطالة فترة البقاء في السلطة يمكنهم أن يؤججوا الصراعات. فأنا في تقديري بغض النظر هل هي أسباب داخلية أم هنالك أيادي خارجية في المشهد،
ربما ستؤدي هذه الأيادي الخارجية إلى ضياع الوطن الأريتري كله. هذه لا أستبعدها، إن والله إريتريا نفسها هنالك من هو قلق باستقلالها، هنالك من لا يرضى استقرارها، من لا يرى وحدتها، من لا يرى قوتها، من لا يرى تماسك شعبها. هذه ممكن الأيادي هذه تكون موجودة، ونحن لسنا بعيدين على كل من الاستهداف. وبالتالي يجب العقلاء في الشعب الأريتري بشقيهم، الشق المسلم والشق غير المسلم وأهل الأديان الأخرى، كل هؤلاء عليهم أن يدركوا بأن المخاطر التي تتهدد الوطن الأريتري أعتقد كبيرة وخطيرة جدا. وفي مثل هذه الأجواء يحصل استثمار وتوظيف لكل تناقضات المجتمع. هنا لابد أن يكون هنالك عقلاء يتدخلون، نصحاء يتدخلون، أهل شأن على الأقل يهمهم الشأن العام يتدخلون، حتى نستطيع إن شاء الله أن يعني ما نراه حقيقة في وسائط الإعلامية مؤسف جدا، مؤسف جدا. يعني ما نراه من شتائم ومن إساءات ومن محاولات عدم في السابق على الأقل في ظل الثورة الأريترية كان هنالك ما يسمى ثوابت الوطنية. يعني ليش نحن ما نعزز من قضية فكرة الثوابت الوطنية اللي هي وحدة الشعب ووحدة الأرض والحفاظ على الكيان، الحفاظ على السيادة الوطنية؟ ليش ما نكون والله هذه المشتركات يجب أن لا تمس؟ وليش إذا كنت أنا والله مثلا أرى وحدة الشعب الأريتري أساسية في بقاء الوطن الأريتري، لماذا أمس مثلا مكوناتها الدينية، أمس مكوناتها القبلية؟ للأسف الشديد هذه حتى لا نقول هي فقط بين المكونات المسلمين والمسيحيين، أرى أحيانا فيما يتعلق بالتفتيت المجتمعي هنالك مثلا إساءات للقبائل، تجد أحيانا هجوم قبيلة على قبيلة، أبناء قبيلة، كل هذا للأسف الشديد مما يطيل عمر الاستبداد في أي بلد، ومما يتيح فرصة التدخل للقوى الخارجية وما يسمى بالاحتلال. سبحان الله. طيب دكتور، ما هو الذي يتوجب علينا كمسلمين في هذا الحالة؟ نحن على كل أول يتوجب علينا معرفة ديننا قبل كل شيء، لأن الله سبحانه وتعالى أنزل علينا هذا الدين لنسعد به في الدنيا ونرتقي به إلى الله سبحانه وتعالى ونسعد في الآخرة. هذا الدين إذا تم الجهل به أو عدم العمل به أو الابتعاد عنه فإنه لا يمكن أن تتكلم عن حياة طبيعية. الله سبحانه وتعالى لما أنزل أو أهبط آدم عليه السلام ومن معه من زوجه قال لهم: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. فنحن إذا أعرضنا عن ذكر الله وأعرضنا عن كتاب ربنا فإن كل ما يحصل من إشكالات ومن ذل ومن هوان ومن تشريد سيكون العامل الأساسي. يعني أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم. القرآن يعلمنا قبل أن نقول والله هم فعلوا وهم سووا وهم يعني الألفاظ المعروفة في أنه نحن نجيد على الأقل فن التباكي على المشكلات ونحملها الآخرين، إما نحملها قبائل أخرى، إما نحملها أقاليم أخرى، إما نحملها أديان أخرى، لكن قليل منا من يقول نحن السبب، نحن السبب في فرقتنا، نحن السبب في ضعفنا، نحن السبب في تشريدنا من أوطاننا. لماذا؟ لأننا مثلا فقدنا التمسك بديننا، فقدنا التمسك بوحدتنا، أو أتحنا الفرصة للآخرين أن يتدخلوا على الأقل في تفتيت وحدتنا. فأنا في تقديري من مصلحة لو أردنا أن ننظر إلى المصلحة الكلية، مصلحة الوطن الأريتري أن تكون الكتلة المسلمة موحدة، ومصلحة الوطن الأريتري أن تكون الكتلة المسيحية موحدة. يعني قد لا يكون على المستوى الاستراتيجي يخطئ من يظن بأنه لأنه فتت المكونات فهو منتصر. للأسف الشديد أنا لاحظت بعض الذين تكلموا يتصورون بأنه والله يا أخي لأننا استطعنا أن نفتت المسلمين إذن فالوضع سهل. ليس الأمر هكذا، ليس الأمر هكذا. يعني عليك أن تدرك في إطار الكيانات الجامعة مثل البلدان تفتيتك للبنيات المجتمعية هو إضعاف للوطن ككل، لأنك في نهاية المطاف هؤلاء هذه الفئة التي فتتها وأضعفتها وشردتها وسجنت من سجنت فيها وطاردت من طاردت فيها، لو أي عدو خارجي أراد أن يأتي إليك الآن سيأكلك أنت وحدك، ولن تجد من يستطيع أن يناصرك وأن يدافع معك عن هذه ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان من أول ما قام به بعد مجيئه إلى المدينة هي عبارة عن مجموعة إجراءات، وأهم هذه الإجراءات الوثيقة المعروفة بالوثيقة النبوية، وثيقة المدينة التي نظمت العلاقات بين المجتمع. المجتمع كان فيه مهاجرين، كان فيه أنصار، كان فيه مشركين لم يسلموا بعد من الأوس والخزرج، كان فيه اليهود ساكنين ولهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أجرى هذه الوثيقة لتحدد الحقوق وتحدد الواجبات، وأهم شيء فيها إن كل فئة تحتكم إلى شريعتها على المستوى الداخلي. على المستوى الخارجي نشترك في أمرين: نشترك في الدفاع إذا هجم أي
طرف خارجي يريد أن يجتث المدينة ندافع مع بعض، وندفع كذلك الأموال المشتركة لتجهيز الجيوش في الدفاع عن المدينة. لاحظ إلى هذه الفكرة المبكرة التي يعني وضعها النبي صلى الله عليه وسلم ليستوعب التنوع. يعني ما كان أصلا اليهود يعني النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمنون به، لهم دينهم، لكن يلتقي معهم على الأرض. شكرا، بارك الله فيك دكتور. الساعة خلصت وأعطيك كلمة آخر. يعني على كل الختام أنا أوجه إلى كل العقلاء وإلى الشباب، خاصة الشباب المسلم، أوجههم بأنهم ينضبطوا وألا ينجروا إلى المهاترات وألا ينجروا إلى ما لا يعني يخدمنا في هذه المرحلة. نحن مهامنا كبيرة ومهامنا عظيمة، وأمامنا حقيقة مهام وطنية كبيرة جدا في سبيل إن شاء الله بناء الدولة الإريترية على نظام يقوم على الحرية والكرامة والمساواة والعدالة. هذه المسألة في تقديري نحتاج فيها إلى جمع وطني جامع حتى نستطيع إن شاء الله بناء الدولة الإريترية وعودة الجميع إن شاء الله في ظل هذه الدولة العادلة. ونناشد كذلك المكونات الدينية من العلماء في الطرفين، رجال الدين والعلماء المسلمين، عليهم أن تداعي إلى مؤتمر جامع يستطيع على الأقل وضع الثوابت العامة الدينية التي إن شاء الله تؤسس للسلم المجتمعي وتجنبنا ويلات الحروب وما يؤدي إن شاء الله إلى ما لا تحمد عقباه. شكرا، بارك الله فيك دكتور حسن، وبارك الله فيكم مستمعينا الكرام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ظلال أعيني كشمعة جديدة، وفي ظلال أعيني كشمعة جديدة، ما زلت مثل وردة الربيع يا وحيدة. إريتريا يا جارة البحر ويا منارة الجنوب، إريتريا يا درة البحر ويا منارة الجنوب، من أجل عينيك الحزينتين، من أجل عينيك الجميلتين، يأتي زحفنا، يأتي زحفنا من أقدس الدروب، من أقدس الدروب. يا وردة يعشقها يعشقها أحبتي، يا عليك يا جنة عشت بها عشت بها طفولتي. يا وردة يعشقها يعشقها أحبتي، يا جنة عشت بها عشت بها طفولتي. يا جنة عشت بها عشت بها طفولتي، يا عليك يا أنت يا ضحية الحروب يا أنت. إريتريا يا جارة البحر ويا منارة الجنوب، إريتريا يا درة البحر ويا منارة الجنوب، من أجل عينيك الحزينتين، من أجل عينيك الجميلتين، يأتي زحفنا، يأتي زحفنا من أقدس الدروب، من أقدس الدروب. إريتريا. راديو سلام، سلام ووئام.